امبارح حصل حدثين مهمين جدا يهمونا كمصريين، ويخلونا طول الوقت بنحمد ربنا ان عندنا إدارة واعية ومدركة كويس جدا وفاهمة وبصة لقدام. الحدث الأولاني، الحاج أبو حنان الشهير بترامبو طلع قالك في تصريح غريب جدا ومبهم، بس ما قالوش بتفاصيل. قالك إن سد النهضة تمويل أمريكي غبي، بغض النظر عن كلمة غبي دي، وده يرجعنا لفترة ترامبو الأولانية وقرب نهايتها. قال التصريح ده: So the deal was done, and it's a very dangerous situation because Egypt is not going to be able to live that way, and they'll end up blowing up the dam. And I said it, and I say it loud and clear: they'll blow up that dam, and they have to do something. So صراحة في التصريح ده كان بيدي مصر الضوء الأخضر إنها تضرب سد النهضة. وده يرجعنا نفتكر تاني أيام ما كل المطاريد كانوا بيزنوا عايزين مصر تضرب سد النهضة، والدولة المصرية بما إنها لا تدار عن طريق مواقع السوشيال ميديا وكلنا كنا سخنانين قوي، طلع الكلام ده كله علشان تبقى نسخة من دول تانية أسقطوها بنفس الطريقة. نصبوا لها الفخ وقالوا لها يلا انزلي حاربي، حاربت ووقعت في الفخ ما قامتش تاني. نحمد ربنا على العقل اللي بيفكر للبلد دي. انتوا عارفين احنا اتنصب لنا كام فخ عشان ندخل حرب، والرئيس خلصهم من غير ما يضرب رصاصة واحدة برسم خطوط حمراء بس. انتوا متخيلين؟ الحاجة التانية اللي تخليك تقوم دلوقتي تصلي ركعة شكر على الأمن والأمان اللي انت عايش فيه، ان انت تقريبا الدولة الوحيدة اللي مواطنينها نايمين في منتهى الأمان. لا انت في منطقة نفوذ إسرائيل والدول اللي هي مسيطرة عليها وبتقصفها ليل ونهار، ولا انت من الدول اللي عندها قواعد أمريكية. فانت دلوقتي مهدد بعد الضربة الأمريكية لإيران ان احتمال إيران تتهف في مخها وتضرب القواعد دي أو تضرب أي مصالح تخص أمريكا في المنطقة. بس انت من مصر، انت مواطن مصري، عندك الجيش المصري، عندك الرئيس المصري والإدارة المصرية والأجهزة المصرية اللي وقفوا وقالوا لأ لأي حد يحاول يتدخل في سيادتنا على أرضنا أو إن تبقى أرضنا مكان في قواعد أمريكية. أما بالنسبة بقى وفيما يخص الضربة الأمريكية لإيران، فخلينا نتفق إن في 3 سيناريوهات في الليلة دي كلها أول عن آخر. يا إيران البق المعتاد، الطقاء الحنك، أوكي، المسدس الصوت، هتسكت بقى وخلاص، هنهدي الدنيا كده وخلاص. يا اما هتعمل نفسها كانها ما اتضربتش من ماما امريكا وهتفضل تدب هي واسرائيل في بعض كده، فهنطول شويه. يا اما السيناريو الثالث ان هي تطلع بجد وبحق وحقيقي بتحارب وبتاع، وتبتدي تضرب القواعد الامريكيه في المنطقه والمصالح الامريكيه بقى، سفارات بقى، اي مكان. فبرضه تحمد ربنا يا مصري على الامن والامان، تحمد ربنا على الاراده القويه. وبمناسبة قرب 30 يونيو نحمد ربنا ونشكر فضله على 30 يونيو وبيان 3 يوليو. تحيا مصر يا جدع.